وجدي، ازيك يا خالتي؟ اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل. ايه يا خالتي، انت قاعده هنا لوحدك ولا ايه؟ لا، سميحة جوه في اوضتها. وعامله ايه سميحه دلوقتي؟ اهي زي ما هي على حالها يا وجدي، ومش قادرة تعمل حاجة. ما قلنا مليون مره يا خالتي انها مش لازم تسكت، وقلنا مليون مره ان جوزها بقى ده بلوى عليها وعلينا ولازم تتصرف معاه. وجدي بشويش، بالراحة عليها. انت ناسي انه لسه جوزها؟ جوزها ما يشتغلش تباع على عربيه ويوم شغال وعشرة عاطل على القهاوي، وبنت خالتي ما تعيش مع واحد كلنا مستعرين منه. اهي عندك جوه، كلمها. لا أنا هنا يا ماما. تعالي يا سميحة، ابن خالتك جاي النهاردة ومتضايق من أحوالك مع جوزك. ومين اللي قالك إني راضية عن أحوالي مع جوزي؟ يا سميحة وجدي أرجوك، ما أنا كمان. أنت تخليك بعيد وأنا هتصرف. يا سميحة أنت بقالك أكتر من سنة بتقولي هتصرف، لكن للأسف ما بتعمليش حاجة. هتعمل له إيه يا وجدي؟ كفاية الإهانة اللي هي شايفاها منه كل يوم. يبقى خلاص الشخص ده خلاص ما ينفعش لسميحة بنت خالتي. أنت شفت شكله اليومين دول؟ لا، هو أنا طايقه علشان أشوف شكله وأبص في وشه؟ الهدوم اللي عليه ادمت، حتى الجزمة اللي ماشي بيها في الشارع مقطعة في رجليه وحالته بقت تكسف. لا، ولسه سايباه معاكي في بيت واحد يا سميحة. أنا نفسي بقيت أخاف من شكله ومن تصرفاته، ومش عارفة هي ساكتة عليه ليه، ساكتة عليه ليه لغاية النهاردة؟ سكت عليه لغاية ما أخلص منه يا ماما. رشدي جوزك ده بقى وجوده في حياتك غلط ولازم تتصرفي معاه. هتصرف. امتى؟ أطرده من البيت يعني يا وجدي؟ لا، خليه يطلقك، ولا اطلبي طلاقك منه. أطلب الطلاق بحجة إيه؟ بحجة ان راجل مش قادر يصرف على بيته، مش مستوى غناكي ولا قد المسؤولية، بيستغلك. أنت ناسي إنه بيشتغل ومكفي نفسه؟ شغال ايه جوزك يا سميح؟ ده حتة تباع على العربية نقل، ده اقل فلاح من اللي شغالين عندك في الارض، يشرفك واحسن منه. رشدي، أنا عايزة أتطلق. احنا وصلنا للطلاق يا سميحة. ما أنا ما أقدرش أستمر معاك على الحال ده. ماله الحال ده يا سميحة؟ أنا مش ملزمة أكون مسؤولة عن البيت. ومين ألزمك بالإلزام ده؟ أمال هنعيش على قرش واحد تباع على عربية نقل؟ سميحة أنا مش هعيد كل يوم الاسطوانة إياها. ليه؟ ما تعيدها. ولا هكرر كلمة واحدة من جبل الكلام اللي بينا، لكن الحال ده أنت السبب فيه، والتباع ده عايش بعرق وشرفه بدل ما يعيش عال على فلوسك. طيب أنا عايزة أتطلق. الطلاق ده مش بسيط يا سميحة. بقولك عايزة أتطلق. أطلقك إزاي وأنا مش شايف سبب واحد يخليني أطلقك؟ واحدة كرهاك يا أخي، أنت مش راجل وشهم. أنا راجل وشهم غصب عنك، وكفاية بقى. أنا راجع تعبان من الشغل، ابعدي عني، سيبيني في حالي أرجوك. إيه هتضربني كمان يا رشدي مثلا؟ مش أنا اللي يمد إيده يا سميحة، مع إني عارف إنك مصوراني في عينين الست والدتك ووجد ابن خالتك وكل الناس إن راجل متوحش وبدائي، مع إنك فاهمة إن عمر الكذب قصير. أنا ما بكدبش. أنت وصلت لمرحلة خلتك تكذبي حتى على نفسك، وصلت لمرحلة خلتك تغيري حتى رنة صوتك. رغم ده كله برضه مش هكون أنا اللي بادئ، مش أنا اللي بادئ بهدم البيت أبدا. سيبيني بقى أنام، سيبيني من فضلك. طلاق مرة واحدة؟ مضطرة يا أستاذة زينب، غصب عني. ومضطرة ليه؟ أنا واحدة عندي أرض وأملاك وعايشة في مستوى كويس، جوزي مش قد المسؤولية، حياتي معاه عذاب في عذاب. يعني إيه مش قد المسؤولية؟ يعني أنا اللي بصرف على البيت وأنا المسؤولة عن كل حاجة، مش ناقص غير إن أبقى مسؤولة عنه هو كمان. بس الطلاق مش بسيط يا مدام سميحة، وبلاش أقولك إنه أبغض الحلال عند الله، ويا ريت نحاول نصلح ما بينك وبينه. هتصلحي بيني وبين مين؟ تباع. أيوة. على العموم التباع شغلة شريفة، والقانون نفسه ما يقدرش يرفضها. بس أنا بقولك أنا اللي بصرف على البيت ومسؤولة عنه، ويا ريته قادر على المسؤولية. وانت لما اتجوزتيه مش كان تباع برضه؟ ما هي مراية الحب عامية يا أستاذ. مش فاهم. يعني يوم ما اتجوزته اتحديت كل أهلي وعيلتي علشانه، لكن ما كنتش أعرف إنه عاطل بعد ما كذب عليا وقال إنه شغال موظف كبير في مصر. وبقالكوا قد إيه متجوزين؟ بقالنا قد إيه؟ اتجوزتيه من إمتى؟ وأرجوكي خليكي صريحة معايا لمصلحتك.
اتجوزنا من 10 سنين. 10 سنين؟ ايوه. وامتى عرفتي انه شغال تباع على عربية نقل؟ من مدة. قد ايه؟ الله، هو تحقيق يا استاذة ولا ايه؟ دي دعوة طلاق يا مدام سميحة، ولازم اعرف كل حاجة عنك وعنه. عرفت من سنة انه شغال تباع. بعد 9 سنين جواز عرفتي ان جوزك شغال تباع؟ في الحقيقة أنا في الحقيقة عرفت من بعد ما اتجوزته على طول، لكن ما قدرتش أتكلم معاه وداريت عيوبه عن أهلي وعيلتي بعد ما اتحديتهم علشانه. وبتعيطي ليه؟ من العذاب اللي أنا فيه يا أستاذة، خلاص ما بقتش قادرة أتحمله تاني ولا يوم واحد. وعايش معاكي في بيت واحد؟ أيوة، بس عايشين زي 2 أغراب. عندكم أولاد؟ لا مفيش. أستاذة زينب، أنا مستعدة لإيه يا مدام سميحة؟ مستعدة أدفع له مبلغ كويس لو قبر يطلقني من غير محاكم. ياه، للدرجة دي كرهاه؟ ما تتصوريش النار اللي أنا فيها منه، وأنا شايفاه عايش تقريبا على فلوسي، ولو رفضت يهني، وحرام يتحرق دمي كل ساعة معاه. أرجوكي ترفعي لي الدعوة يا أستاذة زينب. خلاص أرفع لك الدعوة، بس هحاول الأول أعرض على جوزك المبلغ اللي انت عايزة تدفعيه. اللي يطلبه يا أستاذة، يا رب يطلب 5000 جنيه. والله لو ما كنتش جديدة في الإسماعيلية يا أستاذة زينب أنا كنت هرفض أجيلك وأدخل مكتبك، خصوصا وحضرتك محامية الست بتاعتك مش كده؟